في قضية هزت الرأي العام في مصر، قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بمعاقبة المعتدي على الطفل ياسين الشهير إعلاميا بطالب دمنهور بالسجن المؤبد 25 عاما. وكان المستشار مرتضى منصور قد قال إنه سوف يتابع هذه القضية، وقال تعليقا على الحكم: الحمد لله أن في مصر قضاء عظيم، القضاء المصري هو الذي أخذ حق الطفل ياسين. الأم العظيمة هي من دافعت عن شرف ابنها. المحكمة حكمت على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ليكون عبرة لأمثاله. وكانت المحكمة أو كانت الأم على مدى سنة كاملة أو أكثر تحاول أن تعرف الحقيقة وتحاول أن تأخذ حق ابنها، إلى أن تم لها ذلك وانتصر الحق على الباطل. هذا الرجل معدوم الضمير والإنسانية، عمره يبلغ 79 عاما، ولكنه لم يراعي حتى حرمة طفل صغير أو حرمة سنه على الأقل. الطفل عمره يقال 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني في دور أحفاد أحفاده، ولكن القانون هو القانون، وأمثال هذا الوحش البشري لابد أن يأخذ عقابه بالقانون، وهو انتصار للقانون والحقيقة.